النهارده جايب لك سكوتر ايرو اسمه، بصوا هتلاقوا سيتي كوكو. سيتي كوكو السكوتر ده من اكتر السكوترات اللي الناس حبتها يعني على مستوى الجمهوريه عندنا في مصر. السكوتر ده فعلا انا سمعت ان هو ممنوعات، لان هو يعتبر بقى من اكتر السكوترات المستخدمه في الساحل، اكتر بكتير من البيتش باجي والحاجات دي. بالنسبه للسيتي كوكو في 2 فيرجن، واحد عجلتين وهنا 3 عجلات. ايه بقى اللي بيميز السكوتر ده؟ السكوتر ده اولا البطاريه بتاعته ليثيوم، قبل كده اتكلمنا في فرق كبير قوي ما بين الليد اسيد وبين الليثيوم. الليثيوم بيبقى اقوى ومعمره اكتر، حتى في البادجت بتاع السعر بتلاقي سعر تقريبا الباتري لو انت حابب تضيف. وبالمناسبه السكوتر ده ينفع تضيف له بطاريه كمان، افريج حوالي 15000 جنيه، بس بحيث ان هي معمره وتعتبر هي التوب بتاع البطاريات الباتري او اللي هي الالكترونيك اللي هي بتتشحن يعني. بالنسبه للتوب سبيد هنا في السكوتر من 60 ل 70. بالنسبه لقد ايه بيمشيك من 30 ل 40. بالنسبه بقى ان احنا اتكلمنا في نقطه ان انت ممكن تضيف بطاريه زياده. بطاريه زياده هتضرب عدد الكيلومترات في 2، يعني لو هو مثلا يمشيك 30 كيلو هيبقوا 60، لو 40 يبقوا 80. فاهمين الفكره؟ طبعا ده بيختلف عن ان انت فاتح الاضاءات ماشي على السرعه الثالثه مركب حد وراك، كل الحاجات دي والعوامل الجويه والارض والحاجات دي كلها بتاثر طبعا. بس هو كاستخدام سكوتر الكترونيك النهارده انت بتوفر كل حاجه. ايه السيرفيس اللي موجود في السكوتر الالكترونيك بالظبط؟ هما حاجتين، الباتري والفرامل. الفرامل هنا عندك باكم امامي وخلفي، ال3 عجلات باكم. تعالوا نبص على الديزاين كده. زي ما انتم شايفين الاضاءات LED هفتح لكم طبعا الاضاءه زي ما انتم شايفين كده. الاشارات نفس القصه LED. تمام. عندك هنا بقى الويل الامامي كبيره قوي، اختلف التضليعه بتاعت او اللون او الستايل عن الحاجات القديمه. القديمه كانت لون واحد، النهارده هو قسمها لك لونين كده بشكل احترافي كويس قوي. 2 مساعد كده زي ما انتم شايفين، هتلاقوا مكتوب هنا ايرو، وهنا كمان عامل لك لوك ان انت لما بتحود بالجادون تقدر ان انت تلوك في الجزئيه دي من هنا. حاجه كده للسيفتي شكلها كويس. شكل كده جهاز الباكن بالطنبوره الصغيره دي، والفرده عريضه جدا. الكوره بتاعت السكوتر، بصوا انا طولي 175، انا قاعد ايدي مفروده هرفع رجلي كده. يعني عايز اقول لكم الطلعه بتاعته غبيه بجد. يعني عايز اقول لك انا لو اتكيت البايك ده او السكوتر ده هيرفع مني. الاضاءه زي ما انتم شايفين ده نور التابلو وكان منور، ده نور التابلو. ده الرينج كده، ده كده النور العالي، ده كده النور الواطي، نور عالي نور واطي. تمام. والكلاكس وكمان مزود بريفرس طبعا مش عايزين نخبط السوبر لايت، بس زي ما انتم شايفين حاجه حلوه قوي. بالنسبه بقى البطاريه، المفاتيح زي ما انتم شايفين 2 ريموت و2 مفتاح كده زي ما انتم شايفين. في بقى مفتاح تاني ده اللي بيفتح الجزئيه اللي انتم شايفينها دي. تمام. ده لو انت حبيت تزود باتري هنا، لان هنا دي البطاريه الرئيسيه. تمام. حتى هتلاقوا هنا بصوا في كيبل تاني. بصوا يا جماعه، ال4 دول للكونتاك، ال2 دول لهنا وللكرسي، وال2 دول للباتري هنا. طبعا هنا الباتري انت بتقفلها بلوك عشان ما تقعش وانت ماشي. لو فصلنا مش هنفصله، يعني هنا انت بتشغل السكوتر عن طريق الكيبل ده. بصوا البطاريه بتطلع كلها، تقدر ان انت تمشي بيها. تقفل كده، بصوا البطاريه هتبقى تقفل كده تلاقي البطاريه بصوا ثبتت خالص. طيب هنيجي نبص بقى للجزئيه اللي هي دي التبطين. عايز اقول لكم حلوه قوي. الحاجه الوحيده اللي استغربتها ان الكرسي الخلفي اكبر من الكرسي بتاع السواق. عامل لك كده ظهر، والكواليتي بتاع المعدن قوي جدا ما شاء الله. تعالوا نشوف الوحده التخزينيه بتاعته. بصوا طبعا هي مش كبيره قوي، بس في نفس الوقت ممكن تحط فيها فعلا موبايلك، او تحط مثلا محفظتك، فلوس، اي حاجه وانت رايح تشتري اي حاجه من اي حته. هنا عامل لك وحده تخزينيه تانية تنفع تحط فيها حاجه بس تكون بوكس او كده، لان هي طبعا مفرغه جامد. تقدر انت بقى تزود جزئيه ارضيه بحيث انت تحط اي حاجه صغيره وما تقعش منها. هنا دي شنطه العده، وده الشاحن بتاع السكوتر. الاضاءه الخلفيه طبعا مكان النمر، بس هو زي ما اتفقنا السكوتر الكهرباء ما بيترخص. تمام. ده يعني بقى خلاص احنا بقينا كلنا فاهمين انت بتجيب سكوتر الكهرباء ملوش اي ترخيص. الفرد كبيره جدا، عاملك عندك 2 مساعد خلفي، ودي حليه، دي مش عشان ما حدش يفكرها علبه زيت باكم. وده الموتور بتاع السكوتر، حاجه صغيره كده سمبل. فده باختصار الشكل بتاع السكوتر. بالنسبه للعداد، العداد في الكامل ديجيتال هوريه لكم، بس نفتح كده بسم الله. بصوا شكل العداد الكامل ديجيتال شكله حلو قوي. عندك الجير هنا، عندك هنا
قايل لك انه ريدي، عدد الكيلومترات، الشحنات. نصيحه لوجه الله، لو انت هتستخدم سكوتر كهرباء ما تشحنوش للاخر، وفي نفس الوقت ما تخليش السكوتر ينزل للاخر خالص، خليك في السيف سايد، يعني 90% بلاش 100%، عشان تحافظ على عمر الباتري. بالنسبه للمقابض والكتل، هنا عندك زرار اللي هو الكلاكس واشارات، نور عالي واطي. الناحيه الثانيه هتلاقي برضو بتاع الاضاءه، السرعه 1 2 3، وزرار الريفرس. بالنسبه بقى سعر السكوتر اللي هو السيتي كوكو اللي هو موديل 2024 من معرض ايزي بايكر، وطبعا هسيب لكم ارقام التليفونات واللينك تحت الديسكربشن تقدروا تتواصلوا مع المعرض بكل سهوله وبساطه. انا عارف ان هم عندهم قسط، بس في معارض بتقول احنا ينفع نقسط كهرباء، في معارض ما ينفعش تقسط كهرباء، بس اعتقد ان دلوقتي بقى متاح قسط الكهرباء كمان. طيب السعر كافريج وتصوير العرض افريج 16 ممكن يبقى اقل ممكن يبقى اعلى، لان انتوا عارفين السوق كل يوم بقى مختلف عن زمان. يعني زمان كنا بنقول السعر بيقعد معانا شهر وشهرين وسنه، النهارده ممكن النهارده اقول لك سعر هو تصوير الفيديو بعد ساعه يبقى السعر اختلف. لو عندكم اي استفسار حطوا لي تحت في الكومنتات، واتمنى ان انا اكون فدتكم حتى 1%، وان شاء الله اشوفكم الريفيو جاي. سلام.